بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين. واش راكم عزيزاتي؟ إن شاء الله كامل تكونوا بألف خير وعافية. صباحكم بالخير، صباح النور والسرور عليكم كامل وين ما كنتوا. اما بالنسبه لي راهم يتفرجوا فيا العشيه ونقول لكم صحه قهوتكم. اليوم ان شاء الله جيتكم في فيديو مغاير على العاده، لانه محتوى القناه ان شاء الله مش راح يكون غير طبخ، راح يكون فيه همسات، راح يكون فيه حكايات نحكيو بين بعضنا في حوايج بالك انا عقبت عليهم بار اكسبيريونس، ولا واحده اخرى عقبت عليهم بار اكسبيريونس، ونستفادوا من بعضنا ان شاء الله. هذا هو المحتوى الحقيقي تاع القناه نتاعنا. دونك اليوم ان شاء الله راح نحكيو على زواج اون جينيرال، وعلى الزواج في الغربه بريسيزامون، باسكو هذه هي الحاجه اللي صرات لي انا، والحاجه اللي حبيت ننفع بها بزاف بنات. انا اللي مقبلات على زواج في الغربه راح تلقاو نصائح بزاف في الفيديو، في وسط الفيديو، في اخر الفيديو. اسمعوا حتى للاخر باش تستفادوا من كل كلمه نقولها لكم. انا كي كنت في فتره الخطوبه حوست بزاف على فيديو اللي ينفعني، من الاسف الشديد ما لقيتش حاجه اللي نفعتني فريمون واللي قدرت نتركز عليها. المهم نبداو على بركه الله. دوكا حنايا لهنا راح نحكيو في عده مراحل في هذا الفيديو راح يكون طويل شويه، سمحوا لي، ما حبيتش نقطعوه هكذا باش كي تلقاو كلش في فيديو واحد فريد. النقطة الأولى اللي راح نبداو بها هي مرحلة التعارف بين الزوجين ولا بين الخطيبين. بيان سور هي قبل ما تدخلي مع أي واحد في علاقة جدية، لازم تعرفي تخيري هذا شريك حياتك، سواء عرفتيه وحدك ولا عرفوك به ولا جابوه لك على يعني خطاب يعني من الباب، ما حبيتي تتعرفي عليه ما قبل. هنا واش نقول لك اختي، ما تغلطيش الغلطه اللي يديروها بزاف اخوات تاع المهم انا راني رايحه للغربه، المهم رايحه لاوروبا، المهم راح نبدل البلاد، وتخلي ورا كلش ومن بعد تندمي على هذا القرار لانك ما عرفتيش تخيري الشخص المناسب اللي تزوجتي به. دونك لهنا واش نقول لك اختي، ما تطمعيش، ولا بالاحرى ماشي نقول لك ما تطمعيش، لانه كاين بنات حابين يديروا بروجيات ولا حابين يقرا ولا حابين يبدلوا مسار حياتهم، وكي يجيهم واحد هكذا في ليترونجي تقول لك يلا نبروفيتي به ونروح ليترونجي على اساس انها دير عائله ودير لافينيغ الراحه. مي هنايا تلقى روحها غلطت بزاف، باسكو اسافوار كاين اللي تظهر لها طيح في راجل مليح، وكاين اللي للاسف الشديد تطيح في بياج تاع الغربه، فينالمون تلقاه راجل اللي فيه بزاف عيوب اللي مش مليح لتكوين اسره. هذه النقطة الأولى. نجيو دوكا للنقطة الثانية. دوكا كي عرفتي هذا السيد اللي راحت في بالك يعني تونجاجي معاه، راح أول حاجة ديرها في بداية العلاقة في الأيام الأولى قبل ما توالفيه وتحبيه وكلش، من بعد تلقاي كلش جايك سهل ولا تصرالو ثاني من طرف ليه. راح تحكيو على شروط بين الطرفين، اللي هي بار اكزومبل الخدمة، ولا بار اكزومبل الخرجة. قال نقدر نخرج وحدي، ما نقدرش نخرج وحدي، لانه الرجاله راهم عقليات مش كامل كيف بار اكزومبل تقدروا تسقسيو ثاني على السوقه، تقدري تسقسي على السكنه، اسكو راح تسكني مع اهله تسكني معاه وحده. بيان سور الراجل اللي مش راح يدخل معاك في هذه المواضيع من الضربه الاولى انا من رايي يعني ما راهوش سيريو. على الاقل الا كان سيريو يقدر يعطيك راس الخيط، ماشي يقول لك ماشي وقتها دوكا نحكيو فيها، لانه لكن ماشي وقتها مش راح يجي وقتها. انا بور موا هذا رايي الشخصي. تقدري حتى تهضري معاه في كوتي تاع شهريتك، بار اكزومبل قال لك تخدمي شهريتك انك ما تمشيها ليش، ولا بار اكزومبل نقسموها، ولا بار اكزومبل نخبي منها اون سوم نديرها ذهب، ولا نشريو دار، ولا نشريو طوموبيل ولا حاجه. المهم انكم تتطرقوا لهذه المواضيع الحساسه بزاف. بالنسبه للبنات اللي رايحين يجوا لهنا للغربه، نوصيكم ثاني تحكيو في نقطة مهمة بزاف، اللي هي اسكو تهبطوا البلاد بار اكزومبل وقت ما تحبي، ولا تلقاي روحك مربوطة به هو عنده شهر واحد ولا شهر و10 ايام جينيرال هنا في لوروب ولا اكزاكتومون في فرنسا. قال اسكو لازم نهبط معاك في هذاك الشهر، ولا نقدر نهبط كيما نقولوا ريغوليرمون الوقت اللي نحب ومنا. دونك هذه ثاني نقطة لازم تهضري فيها معاه، سورتو هذا النقطة.
نقطة. سي لا ميم شوز بالنسبه ثاني للبنات اللي رايحين يتزوجوا في ولايه اخرى، قال بار اكزومبل شاك دو موا نروح لدارنا ولا لدارهم، ولا بار اكزومبل اسكو كي نروحوا للبلاد ولا كي نروحوا لولايتي اسكو راح نبقاو بار اكزومبل 15 يوم، نبقى سمانه في دارنا سمانه في داركم، قداش نبقاو منا ومنا، كيفاش راح تقسموا هذا البرنامج. لازم تحكيو في هاد لي ديتاي باسكو سينون بعدا كون يعود ما يحبش وانتي تكوني ثاني ما كيش عجبتك هذيك الفكره، راح تلقاي روحك تحطمتي، تلقاي روحك ما كيش متقبله هذاك الانسان. ثاني كاين نقطة واحدة أخرى ثاني حابة نقولهلكم لها، هي مسألة تاع لمباركات وتمشي أهلك وخالتك وجدك ومنا وهاد العفايس. ثاني ننصحكم تهضروا عليهم من قبل، ماشي حتى يتحط الفاس في الراس، قال أنا حابة نمشي ولا مش حابة نمشي، وتخرجوا في نقطة مشتركة إن شاء الله. يعني لازم برك تعرفي كيفاش تجبدي هذه المواضيع قبل ما يفوت الاوان، باسكو من بعد الا كان خلاص عدتي عنده وسيرتو الا كان جاوك الاولاد ما تقدريش على جال حوايج تافهين تفرطي في العشره هذيك، ما تقدريش تسمحي فيه على جال حوايج ولا دي بروبليم نقدروا نقولوا تافهين، بار اكزومبل حوايج ما عندهمش علاقه به هو كانسان، هو يعني عيوب فيه هو نفسه، تلقاي روحك رحتي كيما نقولوا بيرديتيه بور ريان. سيرتو هاد لو بوين لازم تحكيو فيه ثانيه بالنسبه للبنات اللي مش جايين للغربه، اللي قاعدين ثما ولا اي وحده مقبله على الزواج، ماشي شرط راح تبدل البلاصه. قال انا بار اكزومبل نحب نروح لدارنا شاك ويكاند بار اكزومبل، كل وحده حره في رايها. تقدري ثاني تدخلي معاه في مواضيع اكثر حساسيه بيان سور، ما يتعلقوش غير بهاد الحوايج كيما بار اكزومبل مفاهمات في العقليه. بار اكزومبل انت ما تحبيش واحد يكذب عليك، قال لولد الناس ما تكذبش عليا، راني ما نقدرش نمشي في علاقه مع انسان يكذب عليا ولا يخدعني ولا مام يخدعك مع اقرب الناس ليه ولا اقرب الناس ليك، ما الخداع يبقى خداع، ولا يتنيفق ولا يدرج عليك. مادام انسان هذا يدرج عليك دونك مش معتبرك الزوجة تاعو، يعني مش مقربك لدرجة انك تكوني زوجة ليه وما الى ذلك يعني. وهنايا الامثله يكونوا بزاف باش ما ندخلوش بزاف في التفاصيل وما يكونش الفيديو فريمون طويل بزاف. نجيو دوكا للنقطه الثالثه اللي هي نقطه تاع بعد ما درتي هذو لي دو زيتاب الاولين اللي قلت لك عليهم، راح تشوفي روحك اسكو راكي منسجمه مع هذا الانسان ولا اسكو قدرتي تتعرفي على عقليته ولا اسكو عقليته هذه راح تساعدك انك تونجاجي معاه في السيريو ولا. دوكا باش كي تقدري تعرفي هاد الحوايج لازم تمدي روحك اون بيريود، لا بيريود هذه كيما نقولوا تكون شويه تقدري تعرفي فيها عقليته. هذه نهضرها بيان سور للناس اللي عندها عام وعامين خطبه، ماشي للناس اللي عندها شهرين ما تقدر تعرف والو. نقدر ننصحك ثاني نقول لك لازم تستشيري الكبار، لانه الكبار عندهم خبره، يقول لك لي فايتك بليله فايتك بحيله، سقسي الوالده، سقسي الاخت الكبرى، سقسي خالتك، عمتك، بنت خالتك، اي انسان تديري فيه ثقه وعلى بالك باللي رايح ينصحك بالخير ماشي بالشر ويحب لك مصلحتك. هنا تقدري تطلبي النصيحه وينصحوك في ما يخص هذا البنادم ولا هذا العائله اللي راكي رايحه لها اون جينيرال. باسكو لهنا ما تقدريش ما ديريش هاد الحوايج اللي قلت لك عليهم وتلقاي روحك حتى دخلتي في لا ريلاسيون وتمت الخطوبه وقريب العرس واغلبهم يحبسوا في هاد لا بيريود باسكو يلقاو روحهم ما تفهموش على الشروط. وهنا تلقاي روحك بين قوسين يعني تتشوه صورة الطفلة، لأنه أشاك فوا دير هذه الغلطة. دونك ديروا هذه الغلطة من الأول، إلا كان فيها توافق اللهم بارك، وإلا كان ما فيهاش توافق اللهم لك الحمد، يعني هذا الإنسان ما فيهش خير. ما تنسوش قبل كل حاجة وأي حاجة تنجاجيو فيها استخارة ثم الاستخارة ثم الاستخارة، وكثرة الاستغفار بنية التسهيل، ويكتب لكم ربي الخير إن شاء الله. الحاجة الرابعة اللي ننصحكم بها بيان سور واللي تنفعكم فريمون بزاف 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 في لا ريلاسيون تاعكم هي انكم ديروا ان بتي طابلو هكذا، تحكمي ورقه وستيلو جيبي ديري ان طابلو فيه الصفات الحسنه والسيئه للانسان اللي راكي متمنيته في حياتك، بغض النظر على الانسان اللي راكي تعرفيه. يعني
واش راكي حابه يكون راجلك فيه صفات. بار اكزومبل انسان متدين، انسان متفتح شوي، انسان يخليني نخدم، انسان ما يخلينيش نخرج، انسان يتكيف بار اكزومبل، انسان بليش طويل عريض. كاين بزاف كل وحده وشخصيتها كيفاش تحب هذا الانسان يكون. واش ننصحك اختي، ديري هذا طابلو ومن بعد تجيبي هذاك الانسان اللي راكي تعرفتي عليه ولا اللي عرفوك به، تجيبيه وتطابقيه على الصفات اللي راكي تحاوسي. لانه لهنا لازم يكون عندك مبادئ، ماشي المهم واحد جاني في ليترونجي ما يهمنيش في المبادئ تاوعي، ما يهمنيش في كلش، ليسونسيال راني رايحه وراهو في سيريو ماشي معايا في سيريو وخلاص. نو، لازم تكوني مطابقه بين المبادئ تاعك. هاد لا بيرسون الا كان ديتيه كيما نقولوا على جال حوايج كيما هكذا، صدقيني يعني مش راح يدوم هذا الزواج اكثر من واش مكتب له ربي. يعني توصلي لواحد لا بيريود وين تكرهي هذاك بنادم باسكو ما ديتيهش عن قناعه، باسكو ديتيه عن طمع ولا عن فكره غالطه انك تبروفيتي كيما نقولوا تجي الغربه باش ديري بروجي وهذاك الانسان ما تحبيه ما تعرفيه، ما عرفتي عقليته، ما تعرفيه كيفاش مداير. دونك تلقاي روحك في مشكل فريمون كبير، وهذا ما ننصحكش به اختي الكريمه. دونك تحاولي يكون شريك حياتك فيه اكثر الصفات الحسنه. الا كان لقيتي الصفات الحسنه بزاف وكلش مليح اللهم لك الحمد. الا كان لقيتي فيه بزاف الصفات السيئه، راح تحاولي تحكي معاه. قال يا ولد الناس انا هذا الحاجه راهي ما تعجبنيش فيك، من فضلك حاول تنقص منها. بار اكزومبل نعطيكم اكزامبل سامبل، واحد تهضري معاه في التليفون على نيمبورط كوا يعيط عليك. هذا يا اختي اللي عيط عليك وانت ما كاين بيناتكم والو حتى خيط فبره، واش تحوسيه يكون يدير معاك بعد ما توليو في الرسميات ولا اصلا بعد ما تكوني في دارو؟ يعني فريمون لازم تتولهوا لهاد الحوايج من الديبي. ما عجبتكش هذه تاع العيال، تهضر معاه بكل عقلانيه. قال يا فلان راني ما نحبش هذا الصفه فيك، من فضلك حاول تبدل هذا العقليه، راهي ما عجبتنيش. عادي تفتحي هذا القوسين. هو ثاني كي تكون حاجه مش عجبته فيك يهدر لك وراح تتقبلها بكل صدر رحب وراح تهدرها بطريقه لبقه، لانه احنا ما شاء الله علينا متربيات ونعرفوا نهضروا، يعني ماشي نهضروا باش نهضروا، مي نحاوروا الراجل ونديروا له قيمه كبيره. دونك لهنا لازم تعرفي كيفاش تعامليه، تعطي له اون بيريود شوفيه تراش، ماشي تقولي له يا ولد الناس راني راح نعطيك بيريود ونجربك ونشوف. نو، ماشي هكذا جامي تصرى. دونك بينك وبين نفسك راح تعطيه اون بيريود. الا كان تبدل اللهم لك الحمد، والا كان ما تبدلش واش راح ديري اختي؟ راح تعطيه اون اوتر شانس، ولا بالك تكرروا لنفس لا ريمارك، والله راح تتغاضي عليها. دوكا انتي وحساسيه هذا النقطه عندك، الا كان هي نقطه كبيره اللي ما تقدريش تعيشي مع انسان في هذه الحاجه، بار اكزومبل ما تقدريش تعيشي مع انسان نيرفو ولا مع انسان يتكيف، مستحيل راح تولي فيها بين يوم وليله على جال هاد لا بيرسون وانتيا اصلا ما كيش مقتنعه بها. دونك تهضري له الخطره الاولى، الخطره الثانيه، الخطره الثالثه، كيما يقول لك الاولى عسل، الثانيه بصل، الثالثه حصل. هنا راح تبان لك ثاني توجور في فتره التعارف الا كان راكي رايحه تكملي معاه ولا ما تكمليش. هنا اومو الا كان حبست العلاقه راه ما كاين والو وراح تكوني مقتنعه انك درتي لي بوسيبيليتي تاعك كاملين، مي ربي اللي ما كتبش، باسكو الانسان هذا ما فيهش الحوايج اللي راكي تحاوتي عليهم. وان كان ما كانش بنادم ما فيهش سيئات ولا ما فيهش سلبيات، رانا كامل بنادم وفينا غلطات ولا فينا سلبيات، فينا حوايج ماشي مليح، نحاولوا نعدلهم قد ما نقدروا باش نوصلوا للمستوى، لانه الكمال لله سبحانه وتعالى. خموه في هذه مليح وديروها في بالكم مليح. يعني متلقايش واحد بارفي فيه تو لي كاركتير اللي تحوسي عليهم انتيا واللي تكوني مقتنعه بهم، جامي تصرى. يعني هذه باش تكوني في الصوره. هنا الا كان هاد لا بيرسون عجبتك وكنتي متاكده من هذا الربع مراحل انهم راحين يكونوا كما نقولوا
سند ليك في حياتك المستقبليه وتقدري تونجاجي في سيريو، اختي لهنا تقدري تبداي تخمي في الغربه، لانه الراجل تاكدتي منه وي، مي الراجل هذا راهو يخرج لك على 8 يجيك باغ اكزومبل على 5 ولا خلينا يجي واصل غدا ولا ها، مي الانسان هذا ماكش راح تعيشي معاه اش 24، راح تشوفيه غير اون بيريود. دونك نتيا نص لا جورني تاعك راكي راح تعقبيها وحدك. اسكو نتيا انسانه كابابل تعيشي وحدك هاد لا بيريود في الغربه وين ما كاين لا صحبه لا اهل لا اقارب لا والدين لا خاوه لا خوت لا حتى واحد؟ اونكور لا الا كانت تعطلتي باش تجيبي الولاد خمي راهو الرزق على ربي، مش انا اللي نقولك، ولكن هادو حوايج مكاتيب. خمي اسكو تقدري تبعدي على هذا الناس اللي راهم دايرين بيك، على اهلك على اقاربك على والديك على خاوتك سيرتو الا كانوا صغار، على فاميلتك اللي كل واحد فيهم عندك معاه ذكرى ما تقدريش تبعدي عليهم. ما تسوجيش بهذا بنادم على جال الغربه تكور. يعني كاين الناس اللي فريمون اتاشي لفاميلاتهم ما يقدروش يديروها لانهم خمو مليح، وكاين الناس اللي جاو لهنا والله بنات جاو لهنا لقات روحها فينالمون لازم تولي لدارهم باسكو ما قدرتش تبعد. صرات وسمعنا بهم وشفناهم وكاينين في مجتمعنا بزاف للاسف الشديد لانهم ما خموش مليح. ونزيدكم بين قوسين يعني الغربه ماهيش غير تقطعي البحر كيما نقولوا، غير الا كان جيتي لوروب ولا لازي ولا الامريك ولا لاي بلاصه. الغربه من ولايه لولايه راهي غربه. نزيدكم حاجه، الغربة مش غير الا كان بدلتي الولاية، تقدري تطيحي في اهل الزوج ما همش ناس ملاح، راح يعاملوك ديما كإنسانة غريبة، يعني ديما راح يحسوك باللي انتي انسانة برانية عليهم. لهنا راح تحسي فريمون بالغربة. سي بورسا كي قلت لك تسقسي العباد الكبار راح تستفادي بزاف بزاف، وكي تسقسي على العيله هذه اللي راكي رايحه لها هنا راح تكونفيرمي. ما تغلطوش في الغلطات اللي طاحوا فيهم بزاف من البنات، وما سقسيوش على اهالي الزوج وما على بالهمش رايحين يحطوا كرعهم. تلقاي الراجل مليح بصح اهله ما همش ناس مليح. الا كان كنتي راح تروحي لبعيد الله يسهل عليهم كيما كانوا يكونوا ما يهمكش فيهم، ما كيش راح يعني علاقتك بهم راح تكون مقطوعه، ما يجيوك ما تجيهم كاريمون، يعني يغلطوا اصلا كي بعيده وتروحي لهم خطره في العام برك ما يجيوك ما والو، ما عندك حتى ضرر. بصح الا كان راكي قريبه لهم راح لازم تدنقي لهذا النقطه مليح، سيرتو الا كاين نقاط ما تشتيهمش. بار اكزومبل ما تشتيش اللي يروح كما نقولوا تروحي ليه ويجيك بزاف من غير المناسبات، ما تشتيش. هذه النقطه لازم تدخلي فيها مع شريك حياتك اللي راكي راح تونجاجي معاه فير لو سيريو باش تريكلوها من الديبي. قال يا ولد الناس انا من غير مناسبات ما نقبلهمش يجيوني ولا ما نقبلش نروح لهم. هذه صح. ممكن واحده تجي تقول لك انا وقطع صله الرحم والفو با تهضري هكذا، مي انا مانيش نقول لك اقطعي صله الرحم، انا راني نقول لكم اون جينيرال واش رانا نسمعوا في المجتمع تاعنا واش رانا نشوفوا في غلطات يديروهم بزاف بنات، ومع الاخر بهذه سبه خفيفه تلقيها تولي لدار بويها ويوصلوا لمرحله اطلاق لا قدر الله يعني، وسامعين بهم بزاف. انا هنا نحل لكم عينيكم على هذا النقاط ونعطيكم كيفاش تتعاملوا باش ما توقعوش في هذه الغلطات. بيان سور ماشي تخشوا سؤال مباشر، بتقدروا بطريقه او باخرى تديو لا ريبونس تاعكم نورمال. بعد ما خلاص عرفتي وتاكدتي انك قادره مع الراجل هذا تعيشي معاه، قادره للغربه، قادره تونجاجي في رحله اللي هي انك تغيري ستاتيو تاعك من سيليباتير لمراه متزوجه، قادره تعيشي حياه وين تكوني وحدك سيرتو الا كان راجلك ما عندوش اهله في الغربه، وحتى ويكونوا اهله في الغربه اني قلت لكم لعد اهله مش ناس مليح راكي ما عندك ما ديري بهم. دونك الصح كل لاباز وكل راهي في راجلك، لكن قادره تعيشي وحدك كيما نقولوا خدامه مش خدامه منا. هنايا بعد ما توفي الشروط تاعك وراح هو يقول شروطه وانت تقولي شروطك وتتوافقوا على جميع النقاط، هنايا راح تبداو تخشوا في الرسميات باذن الله. واول حاجه تتفهموا عليها في الرسميات راح تبداو بالعادات والتقاليد تاعكم، باسكو كاين
للأسف الشديد نساء ربي يهديهم ولا أمهات ولا عجايز ربي يهديهم اللي ميديروش العادات والتقاليد ويغبنوا عرايسهم لغرض معين سافوار يكونوا يغيروا ولا يكونوا حسودات ولا سافوار سيرتو لا شافوا وحده رايحه للغربه يقول لك هذه واش دير بهم سي با لا بين ما يعطيهم لا سوارد ما يجيبوهم لا سهم حتى حاجه دونك لهنا راح تاخذي حذرك تهضري معاه من الضربه الاولى الا كان كنت يا اختي مقتنعه بانهم ما يجيبوا لك ما يديروا لك حد ما قال حد واحد ما راح يسيف عليك ويقول لك لازم يجيبوا لك بيان سور هذه النقطة لازم تتناقش مع أهل الدار مع الكبار وكلش وإلا كان شفتي روحك لازم عليك هو قال لك ما نجيبش هنا ثاني داخلة في مرحلة أنك مازال ما صرا والو تقدري أتو مومو تروح هي صح أنا ما ننصحكش تفقدي راجل يعني ويز كما نقولوا راجل فريمون اللي عنده قيمة راجل اللي أخلاقه طيبة إنسان مصلي تربيته حسنة فيه جميع الصفات يعني اللي ترغب بهم يعني إنسان قاري يقدر يعاونك في تربية ولادك إنسان فريمون متفهم على جل خماجة الدنيا كما نقولوا ما يبقاو هذو حوايج كل وحده لوغو نتاعها مادامك في الدوبي ديسيدي شتي روحك ما كيش قادره ما تونجاجيش في حاجه كيما هكذا شتي روحك قادره اختي يلا بسم الله وانجاجي في المرحله اللي بعدها بيان سور قلت لكم بعد اللي بعد العادات قلنا مثلا نسهم واش يجيبوا واش ما يجيبوش هاد الحوايج كل وحده واش تهدر فيهم في فتره الخطوبه بيان سور كاين اللي في الخطوبه تاعهم يديروا الخاتم او ميم طون كاين اللي ما يديروش واش يجيبوش ما يجيبوش هذه ثاني داخله فيها بعد ما نهضروا على العادات والتقاليد راح نهضروا على الخطبه في حد ذاتها لا دات تاع الخطبه اسكو هو يجي ما يجيش الا كان اهله لهنا وقتها يقدروا يجيو على بالك لازم كل واحد فيهم الا كانوا خدامه لازم يحكموا كونجي في هذيك لا بيريود تاع 15 جور ولا شهر اللي يجيو فيها باش كيجيو يخطبوك دونك تي ثاني لازم تكوني متفاهمه اهلك لازم يكونوا متفاهمين لازم تحكي للوالده تاعك ولا لاختك الكبيره وشين هي راه صاري باش هي تتوسط لك باش يسهلوا لك هاد الامور كما نقولوا وتحدوا وقت معين للخطبه وربي يكمل ان شاء الله بما فيه الخير تقدروا ثاني بعد الخطوبه راح نتهضروا على الشرط اللي هو المهر المهر لهنا تقدري تهدريه معاه ديريكتومون تتفاهموا على اون سوم كذا حوايج كذا حاجه متعينه يعني وتهدريها تي لداركم هو يهدر لدارهم وراح تكون هذيك هي النقطه اللي تفاهمتوا عليها الاولى والاخرى كيما تقدري تخلي حتى بار اكزومبل يهضروا الرجاله في بعضهم هما يتفاهموا في بعضهم ما هنايا مؤخرا ولات هذا النقطه دير بزاف مشاكل ثانيين نسمعوا بهم انهم كي يوصلوا للشرط هذاك يقولوا انا نمدلك ب 18 هذاك يقولوا انا قادر غير على 10 يقولوا السلام عليكم كل واحد وين يروح في طريقه دونك لهنا باش نيفيتيو هذه النقطه شويه ثاني ولات دو بريفيرونس اغلبهم ولاو يهضروا في هذه المواضيع من قبل بار اكزومبل نعاج يجيبوهم لك نعاج ولا يجيبوهم لك سوارد ولا بار اكزومبل هذا النقاط يعني ولو اغلبهم يهضروا فيهم بيناتهم ويقولوا لاهاليهم باش ما يصرى من بعد حتى مشكل تقدري لهنا ثاني تهضري على وقت قرين المعروف ولا عقد القران الشرعي والمدني يعني وقت تقراي المعروف وقت ديري الكارنيت فامي يعني تروحي تعقدي في البلديه هنايا ثاني بينك بينه وتحدي الموعد اللي يناسب عائلتك واللي يناسب عائلته باش تتوكلوا على ربي ان شاء الله دوكا كي نهضروا على قرين معروف ولا الشرعي راه سهل بصح كي نهضروا على المدني ماهوش سهل لانه بكا في وقتنا الحالي ولا ما تقدريش ديري الفاتحه حتى ديري الكارنيت فامي ولا يكزيجيوه الائمه دونك لهنا كاينين حالات خاصه وين بار اكزومبل تهضري مع الامام ولا يهضروا مع بيان سور الرجاله ماشي حنايا يهضروا معاه الامام قال حابين نحطوا العلاقه في الحلال باسكو هما عندهم بروسيدور من وراهم تاع كواغاط وكلش ما يقدروش يعقدوا دوكا لانه لهنا كي نهضروا على العقد المدني راه فيه بزاف مراحل الا حبيتوا ندير لكم فيديو منفصل على هذا راح تخليوا لي لتحت في التعليقات بالنسبه للبنات اللي مهتمين لانه في انا نقدر نهضر لكم غير على فرنسا على كل حال ما نقدرش نهضر لكم على بلدان اخرى ولا نقدر نهضر لكم ثاني على سويس بصح فرنسا ثاني نعرفها طري بيان كيفاش يديروا
دوكا لي بروسيدور لهنا يختلفوا، كاينه اللي زوجها عنده ناسيوناليتي فرونسيز وكاين اللي ما عندوش ناسيوناليتي فرونسيز. لهنا اخواتي راح نهضروا دوكا غير على الجماعه اللي فريمون تاع غربه اللي جايين هنا لوروب. ما راحينش نبقاو نهضروا على اللي في البلاد، باسكو في البلاد راح صح تستفادوا من لا سويس تاع هاد لا فيديو، مي مش فيما يخص الكواغاط وكلش اون توكا لا بابراس. كيما قلت لكم لهنا كي نهضروا على العقد لهنا قلت لكم اللي عنده ناسيوناليتي فرونسيز واللي ما عندوش ناسيوناليتي فرونسيز ماهيش كيف. دونك لهنا لازم نخشوا في بزاف تفاصيل. كاين كيما نقولوا اللي تبقى لهم لا بروسيدور عامين حتى ل3 سنين، وكاين اللي تبقى لهم شهرين تكون في دارها وخلاص سي بون تلقاها زوجت وراهي في دارها. باسكو هنايا يختلفوا الشروط تاع لا دوموند تاع باش تلتحقي بزوجك. هذه هي. تحبوا ندير لكم فيديو مفصل نقدر ندير لكم فيديو راح تستفيدوا منه بزاف. بعد هذا المرحله اللي تكونوا وصلتوا لها، هنا اختي واش ننصحك نصيحه بيني وبينك، لعتي ما تهضريش باغ اكزومبل لعتي رايحه لالمان ما تهضريش المانيه اتعلمي الالمانيه، رايحه لفرنسا ما تهضريش فرنسي اتعلمي الفرنسيه، رايحه لاسبان هضري اسبانيوليه. لازم عليك تتعلمي اللغه تاع البلاد اللي راكي رايحه ليها، سي اوبليغاتوار. ميم سي راكي رايحه تقعدي في الدار بين 4 حيوط ما تخدمي ما تقراي ما تخرجي ما تدخلي، لازم لك هذه اللغه ماشي على جالك برك ميم على جال ولادك، ميم على جال راجلك الا كان ما يهدرش عربيه، والا كان يهدر عربيه على جال نفسك راح تكوني استفدتي وطورتي من نفسك في هذه لوكازيون. الحاجه الثانيه اللي ننصحكم بها ما تنساوش ديروا البيرمي قبل ما تجيو هنا. ميم سي مش راح تسوقي اختي ديري البيرمي تاعك حطيه في الجيب ما تدريش وقت تحتاجيه، لانه لو فات اللي يجي لهنا مستحيل تقدري ديري البيرمي تاعك في الجزائر، غير الا كان رحتي قعدتي اون بون بيريود في الجزائر وراح تلقاها مستحيل تصدق معاك. سيرتو الا كان جاوك في الاولاد في الديبي راح تلقيها فريمون صعيبه، ما تقدريش تحضري ولادك لهيه ومن بعد يصرى مشكل تاعك واغط. دونك اختي ديريه قبل ما تطلعي لفرنسا ولا لاي بلاد اخرى. واصلا لهنا البرمي غالي بزاف، يعني الا كان الزوج هذا المدخول تاعو قليل مش راح يديروا لك، يقول لك ماكش راح تسوقي ما عندك ما ديري به. ديريه في الجزائر ب3 ولا ب4 تتهني منه، تفهمي معايا سلكوه نص بنص ولا سلكيه وحدك هذيك بيناتكم. نزيد ننصحك اختي ثاني على حاجه واحده اخرى اللي هي الدبلوم تاعك. الا كان بار اكزامبل عندك دبلوم تاع جامعه ولا معهد تكوين ولا اي حاجه واحده اخرى، حاولي تخرجي الدبلوم تاعك بالفرنسي وباش طلعيه لهنا، باش لهنا ما يديرولكش لا تراديكسيون و يزيدوا يبدلوا لك ليكيفالونس تاع الدبلوم تاعك. دونك جيبيه بالفرنسي وديريكتومون ديري ليكيفالونس، باسكو كلش نديروه بسوارد وكلش غالي لهنا. انت لهنا باش تسهلي لاطاش على روحك باش ما يطولولكش في ليكيفالونس تاعو، وباش او ميم طون تنقصي على روحك المصروف باسكو في الجزائر سي غراتوي. نجيو لمرحله واحده اخرى ثاني تابعه توجور لهذه النصائح اللي هما انك توجدي روحك للاختبارات. اذا كان زوجك فرنسي راح تلقي روحك لازم تعقبي على واحد الاختبارات تاع اسئله واجوبه، راح تكوني هذا الانسان اللي راح تزوجي به لازم تعرفيه تري بيان، لازم تتفاهموا على نقاط على واحد الاسئله. تحبوا ندير لكم ثاني فيديو مفصل على هذا الموضوع. كاين واحد الاسئله يسقسيوهم لكم في الكونسولا تاع فرنسا ويقولوا لكم على النقاط، يشوفوكم اسكو تيا وياه راح تجاوبوا نفس الاجابه ولا يدخلوا هو في صاله يسقسيوه وحده ومن بعد يدخلوك في صاله وحدك ويشوفوا نسبه التوافق. وبالنسبه لي الزوج تاعها ماهوش فرنسي كاين بروسيدور واحده اخرى مره قلت لكم تحبوا ندير لكم عليها فيديو، ما عليكم غير تخليو لي تحت في لي كومونتير. نجيو دكا دوسي تاع الفيزا. بعد ما تعقبوا هاد لا بيريود كامله راح ديروا دوسي تاع الفيزا تاعكم نورمال ويعطيو لكم الفيزا باذن الله. الا كان الدوسي تاعكم كومبلي باش يعطيوكم الفيزا تاعكم، باسكو كاينين اللي يديروا لا بروسيدور ما يعطيو لهمش. باش تنجحوا في الدوسي فيزا تاعكم ثاني تحبوا ندير لكم فيديو عليه خليو لي في لي كومونتير. بعد ما تديو الفيزا تاعكم راح تدخلوا في ليطاب تاع لا دات تاع العرس. اون توكا الفيزا تديوها فاسيلمون لكن كلش ريغلو ومش راح يتعبكم. وقلت لكم كاين حتى لي شهرين
شهر ونص، ميم شهر ونص كانت لا بابراس دو ا زد كامله واجده. دونك كل ما عليكم انكم تعرفوا تخيروا شريك حياتكم اللي هو انسان خدام لهنا، لا سيتوياسيون تاعو ستابل، خدمته مليحه، مدخوله مليح، ماشي بغرض انه مدخوله مليح، ولكن هذا الشيء يسهل لكم بزاف بزاف في الكواغط. انسان ثاني كيعود خدام لهنا وسيتوياسيون تاعو ستابل، خاطيه كازيو جوديسيير يعني تاعو نظيف وكلش، ثاني راح يعطيو لكم 100%. راح تحاولي تخيري شريك حياتك اللي يكون كيما نقولوا نظيف دو ا زد هكذا، باش كي ما تتعبوش بزاف في كوتي تاع لا بابراس. نجيو دوكا لا بيريود تاع العرس. لا بيريود تاع العرس تاعك اختي تزيدي ديسيديها معاه، باسكو على حساب هو وقتها يقدر يجي وقتها ما يقدرش يجي، على حساب الكونجي تاعو، اسكو يقدر يهز ما يقدرش وما الى غير ذلك. كل واحد والحاله نتاعو ما نقدروش نفصلوا فيهم كاملين. بعد تقدري كي في هاد لا بيريود تقدري تهضري معاه في لا بيريود تاع العرس، تهضري معاه على الدار اللي راح تسكني فيها. الدار اللي راح تسكني فيها لازم ينعتها لك بالتفصيل، علاه؟ باش تعرفي القش اللي راح تدي معاك. دوكا القش اللي راح تدي معاك لازم ديري له اون ليست، ماكيش راح تجيبي حاجه كبيره كما يديو في الجزائر، مي لازم عليك تجيبي، لازم تجيبي حوايج، لانه هنايا فريمون انا نهار جيت ديسوفيت اوروزمون جبت معايا خير ربي، الشيء اللي كتبو ربي كامل جبتو. الدار اللي راح تسكني فيها لازم تشوفيها، علاه؟ باش تشوفي لا بينتور منها، باش كي تعودي راح تشري حوايج ما تشريش او هازار ومن بعد تلقاي حاجه ما يتناسقه مع خوتها. دونك لهنا ننصحك اختي، راكي راح تقطعي بحر، ما تقدريش تبدلي الحوايج اللي شريتيهم. دوكا شريتي بار اكزومبل كوفرلي ومن بعد حابه تبدليه، يقول لك تبدليه، الا قطعتي البحر سي بون ما عندك وين تبدليه. دونك من الاول لازم تشوفي. ثاني لا ينعت لك الدار باش تشوفي الطول تاع الحيوط، يحكم لك لي ميزور ثاني، والريدوات تاعك تخيطيهم على حساب الطول، وهذو التفاصيل كامل ندير لكم عليهم فيديو خطره اخرى ان شاء الله الا كان طلبتوا مني في لي كومونتير. فوالا. دونك هذه هي هذه هي اون جينيرال وشن هي كاين. بيان سور لا ليست تاع القش راح تتفهمي تيا وياه، باسكو بالك هو يكون عمر الدار ابوبري، دونك مش راح تعاودي تيا تجيبي الدوبل من الجزائر، راح تجيبي غير الحوايج لي فريمون نيسيسير. كيما نعطيكم بار اكزومبل حوايج الكاطو تجيبوا من الجزائر قد ما تقدروا، لي مول، حوايج ديكور، حوايج الماكله، كريم شانتيي، هذوك العفايس او كل جيبوا. تحبوا ندير لكم فيديو مفصل ندير لكم، باسكو انا نهار جيت لهنا ما جبتش معايا حوايج بزاف كيما كريم شانتيي، الحوايج ما جبتهمش وانا عروس، مي فريمون ديسوفيس كي جيت باسكو ما لقيتش هاد الحوايج. دونك تحبوا ندير لكم فيديو مفصل على هاد الحوايج اللي ناقصين ما تلقاوهمش لهنا، ما عليكم غير تخليو لي ثاني في لي كومونتير نقول لكم وشن هي لازم تجيبوا لهنا. تقدري تفهمي ثاني معاه على العرس اذا كان يدير عرس واحد ولا يدير زوج عراس، باسكو كاينين اللي عايشين هنا في فرنسا اهلهم كامل في فرنسا. بار اكزومبل الزوج تلقي عائلته كامله في فرنسا بخاوته بخواتاتو عمامو خوالو، دونك شكون راح يجيب لك في الجزائر؟ ما يقدرش يرحل لك فرنسا كامله على جالك. يا ربي الا كان جاب والديه واخت ولا اخ ولا يجي وحده ويخرجك بلا غو بلونش سي بون. هو ما يديرش عرس في الجزائر، يلقى روحو اوبليغاتوار لازم يديرو عنده في فرنسا، باسكو ما يقدرش ما يديرش عشاء الحلال في فرنسا، وما عندوش لمن يديروا في الجزائر. وان كان كاينين جماعه اللي يديروا غير الجيران في بعضهم ويعرضوا الكبار وشيوخه، يديروا عشاء خفيف ويهز مرته الهربه تسلك لا بلادو. دونك هذا النقاط ثاني لازم تتفاهمي معاه، باسكو لا على جال باش يحكم لك لا غوب لهنا ولا طلعاها من ثم لا غوب بلونش يعني، ولا طلعاها معاك على جال باش تجيبي تصديره، اسكو راح تصدري ماكش راح تصدري. ثاني القش تاع العرس في حد ذاته، لا حبيتو ندير لكم فيديو مفصل على قش العرس واش تجيبي معاك كيفاش تصدري الحوايج باش ما تبذريش سواردك، باش ما يروحوش سواردك في حوايج ماكيش راح تستغليهم ابدا، مستحيل تستغليهم. ثاني خليو لي في لي كومونتير، لانه حبيت هذا الفيديو فريمون يجي طويل ويجي مفصل، يجي فيه بزاف لي ديتاي، مي مانيش حبيته ثاني يجي فيه 2 سوايع ولا 3 تالمون لي ديتاي بزاف.
اختي ثاني ننصحك على جال الكوتي لا بابراساني. قبل ما تحطي رجلك لهنا في فرنسا يكون هو ديجا حكم لك تو لي رونديفو نتاع كارت دو سيجور تاع لاسيغونس مالادي تاع البيرمي دو كوندوير. هاد الحوايج الكل باش كي تبدليهم لهنا باش كي مع تجي ديريكتومون كارت دو سيجور تاعك تهزيها اسكو يعطيوك تاع عام ولا تاع 10 سنين. هاد الحوايج كيفاش ينسكريفيك لهنا. هاد لي ديتاي بزاف بزاف لي ديتاي لازم تخليو لي في لي كومونتير باش نعرف واش نهضر لكم، واش تحتاجوا مني واش ما تحتاجوش. هذا مكان نورمالمون راني درت معكم الواجب، نورمالمون راني حكيت على كل واش قدرت، على كل واش عقب عليا، هكذا باش وحده ما تطيح في الغلطه انها تجي حتى لهنا الغربه تلقى روحها بين ربع حيوط تتشوكا. تلقى الراجل اللي يخرج يخدم وهي وحدها في الدار، ولا تلقى روحها قاعده مع راجل اللي يبروفيتي على الدوله يخدم 6 اشهر وقاعد عام حاط كراع على كراع ملا خدمه لا قدمه. بيان سور راح ديرونجيك باسكو تلقى روحك ما قدرتيش تعيشي اصلا في المستوى كيما نقولوا متوسط. المستوى المعيشي تاعك راح تلقيه هبط اكثر اكثر. اختي ثاني نزيد ننصحك اذا كان شفتي روحك رايحه من داركم يعني دار باباك دار العز وراح تهبطي في النيفو، واش دير روحك انك راح تكوني احبطتي كيما نقولوا راح نفسيا تتعبي. دونك حاولي تشوفي روحك اسكو تي انسانه تتقبلي تهبطي في النيفو ولا ما تقدريش من جميع النواحي. يعني بار اكزومبل وحده مالفه تسوق عند بويها تجي الواحد يقولها ما يسوقش تبان لك نورمال، بصح نهار تجي تابليكيها تجيك صعيبه. وحده تكون خدامه وتبطل على جال باش تزوج تلقى روحها قاعده في الدار ثاني راح تجيك صعيبه. خموا في هذه النقاط مليح خواتاتي، ما تطيحوش في الغلطات اللي طاحوا فيهم اللي قبلكم. راني عطيت لكم النقاط كاملين. انا قبل ما حطيت رجليا لهنا خممت في كل نقطه ونقطه، مع انه كان عندي فريمون وقت بزاف 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 ضيق وانا نخمم. كيما نقولوا حاولت هذيك لا بيريود خممت فيها طري بيان في جميع لي ديتاي اللي عطيتهم لكم لهنا، باش دوكا الحمد لله اقتنعت باللي كي جيت لهنا جيت بقناعتي. ما نبكيش ونقول جيت طمعت ولا جيت باسكو قالوا لي روحي مليحه ولا جيت باسكو على جال لهنا كاين حوايج خير ومع الاخر ما لقيتش. لانه اختي راحه كي تجي لهنا تلقي روحك فريمون كيما نقولوا طريق يعني صح نظيفة، لا تكنولوجي كلش متوفر، تشري اللبسة كما تحبي الماكلة كما تحبي. مي لكن راجلك مش خدام مستحيل راح تلقاي روحك راح تعيشي كما راهم يقولوا لك ولا كما راكي تسمعي ولا كما نقولوا حاجة فريمون واو. هذه ليترونجي راح تلقاي روحك عادي جدا تنوضي صباح تغسلي وجهك تبدلي قشك طيبي تدخلي تخرجي تروحي تقضي وتجي حاجة ما اكسبسيونيل مش كما في اليوتيوب. فوالا نظل نفواياجي انا وزوجي انا ولادي وانا منا ما كانش منها. سي فري بالك هذوك خدمتهم اللي تتيح لهم انهم يعيشوا بهذاك المستوى، يعني بالك راجلها خدمته انه يدي بلاسي ويعيش بهذاك النيفو، والله هي ثاني خدمتها هكذاك في بهذيك لا فاصون. بصح ماشي اي وحده تجي لهنا راح تعيش كيفها. بار اكزومبل كيما اي وحده يعني تنحت لكم حياتها. فهمتوني؟ ان شاء الله نكون نفعتكم. الا كان استفدتوا ولو معلومه قليله ادعوا لي دعوه الخير، ما تنساوش تدعوا لي بصالح الدعاء، وراني لهنا اخذكم اي حاجه تحتاجوها ننصحكم لوجه الله، والله ما نبخل عليكم في حتى حاجه. ما تنساوش تخليوا لي تحت على كومونتير واش رايكم في فيديوهات من هذا النوع، واش رايكم في الموضوع اللي طرحته، واش رايكم في كون نزيد نطرح لكم مواضيع اخرى. قولوا لي واش من مواضيع حابين تسمعوهم، ونتمنى لكم يوم طيب ويوم سعيد، والى الملتقى في الفيديو ان شاء الله القادم، وسلام.